مش هنطلع اختلاف بينها وبين الاصليه. انا رامي حموده وانت دلوقتي في حموده ستور ومعانا منتج جديد، يلا نشوف. النهارده جايب لكم ايربودز 2 برو، واللي ما يعرفش الفرق بينها وبين ال3 ان ال2 برو فيها الكاوتشه بتاعت الودن اما ال3 ما فيهاش، ودي النسخه السيمي اوريجينال اللي هتشوفها النهارده، ودي بقى انضف نوع في السوق، فعايزك تركز في كل حاجه حتى في شكل العلبه. وده الاصدار اللي بيقولوا عليه امريكي عشان عليه علم امريكا، ولكن طبعا الكلام ده مش صح، ولكن هو ده شكل العلبه بتاع الاصدار ده اللي انت لو عايز تشتريه هتروح تشتريه. ادعم بقى الفيديو بلايك وقول لي رايك في الكومنتات واكسبلور حلو كده عشان نطلع اكسبلور. وعشان خاطر عيونك فتحنا العلبه واول حاجه لقيناها وهي الكتالوجات بتاعتها، وده اللي بنلاقيه في الاصليه بالظبط. وتاني حاجه ودي المفاجاه، معاها الميداليه بتاعتها، لان زي ما هنشوف الايربودز 2 برو فيها زي علقه كده من الجناب زي الاصليه بالظبط. وطبعا بيجي معاها كابل الشاحن بتاعها وجودته حلوه جدا مش زي الحاجات المضروبه. ومش هننسى بقى طقم الودانات عشان تليق على كل ودن فيكم. شايفك يا اللي لسه ما عملتش لايك، ويلا بينا نفتح الايربودز. اولا خامتها حلوه جدا وتقيله وشبيهه للسيراميك مش بلاستيك. وفي الجناب هنلاقي العلاقه بتاعت الميداليه زي ما قلت لكم، ومن تحت فيها مدخل الشاحن بتاعها، وكمان فيها سبيكر، ايوه زي ما انت سمعت هوريك دلوقتي. والميزه هنا لما جربتها لقيت ان صوتها نقي جدا، والمايك بتاعها في المكالمات مش هقول لك احسن حاجه ولكن معقول قوي على قد سعرها. والتاتش بتاع كل سماعه شغال اللي هو بيقلب الاغاني وبيرد على المكالمات. والماجنتيك بتاع الباب سلس جدا شبه الاصليه بالظبط مفيش فرق. وبطاريه بتقعد طول اليوم. مش مصدقني انت في حوار السبيكر ده؟ طب اسمع كده. شفت بقى يا معلم؟ نصيحتي ليك بقى النهارده ان ده منتج يستحق الشراء. ولو عايز تطلب المنتج كلمنا على برنامج الصور، برد على كل الرسائل.